الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يا صباح الفل ويا صباح الهنا، جمعة مباركة عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا صحيت النهاردة، شغلت القرآن وروقت الشقة وخلصتها وبخرت الشقة، وقلت ادخل بقى اعمل لهم فطار عشان يفطروا، ومحمود ومالك ينزلوا يصلوا، واقعد انا والبنات بقى نعمل اكل ونشوف هنعمل ايه. عملت لهم شاي بلبن، وعملت لهم بيض بلانشون كده وعيش، وفطرنا. كان عندي النهارده بقى محشي في المطبخ، كان لازم اعمل لهم محشي عشان كان نفسهم فيه. فطبعا قمت خلصت الشقه بدري بدري. طبعا كنت نقع الفراخ في ليمون بقى وملح وكده ودقيق. سبتها منقوعه شويه، وبعد كده بقى مسكتها حطيتها في الحله وسلقت الميه. طبعا الطريقه فراخ مسلوقه كده واحمرها. طبعا حطيتها تتسلق وحطيت لها التوابل بتاعتها، ومسكت بقى عملت الصلصه بتاعه المحشي. البصل طبعا انتوا عارفين التفاصيل بقى، بس كل واحد بقى وبطريقته. طبعا في ناس كتير ما بتحطش صلصه، ما بتحطش توابل كتير على الصلصه بتاعه المحشي، بس كل واحد زي ما بيقولوا كل شيخ وليه طريقه. فانا بحب الحاجات دي بصراحه، بحب اعمل الحاجات دي. اللهم بارك. طبعا عملت الصلصة والبصل وكده وخلصت، وبدأت احشي بقى. كانوا هما جم من الجامع، ومحمود قاعد بالولاد برا. فطبعا كان يوم جميل، وربنا يا رب يجعل دايما كده ايامنا كلها خير وسعادة، وربنا يا رب يشفي كل مريض، ويشفي مرضى السرطان، لان بجد 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 بزعل عليهم قوي. ربنا يا رب يشفي كل مريض، اي حد عنده كانسر يا رب، وكل واحد يعني يسمع الفيديو ده يدعي لهم، وربنا يا رب يشفي كل مريض، لان انا لما بحط نفسي مكانهم بزعل قوي. ربنا يا رب يشفيهم، يشفي كل مريض. بدعي لهم من كل قلبي، كل جمعة وكل ساعة وكل ثانية بصلي فيها بدعي لهم ان ربنا يشفيهم، يشفي كل مريض. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على النبي يوم الجمعة، وفي كل صلاة ليكم تذكروا الله كتير في رعاية الله. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.